ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي ووصفاتها السهله. تعالوا النهارده ان شاء الله هنعمل اكله او غدوه كده بسيطه قوي وما خدتش مننا وقت، وفي نفس الوقت غيرنا شويه عن اللحمه والفراخ والحاجات دي. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجه كده جبت حله كده، انا الحله دي بخليها لتحمير البطاطس، عشان بحط فيها كميه زيت مش كبيره قوي، وبحط فيها بطاطس كتير عشان هي ملمومه كده، وبغسلها وبنضفها ومخليها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى حطيت البطاطس تتحمر، كنت مقطعاه صوابع، وبعد كده بقى قلت ايه ناكل النهارده رنجه. كنت الرنجه دي كنا جايبينها من فتره كده في المشتريات، وكنت حطاها في الفريزر. طلعتها كده بقى تفك براحتها، وبعد ما فكت قلت بقى نوضب كده اكله رنجه حلوه هتعجبكم. هوريكم كمان طريقه لسلطه الرنجه حلوه قوي قوي، منها تغيير ومنها هتعجبكم جدا جدا. سموا بس الله كده وتعالوا نبدا الفيديو مع بعض. ولو انت مش مشتركه في القناه اتمنى ان انت تشتركي وتدوسي على كلمه الكل وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. ولو انت مشتركه ما تنسيش اللايك الحلو وكمان كومنت يشجعني. وشكرا جدا جدا لكل حبايبي اللي نوروني وشرفوني على دماغي من فوق. بصوا بقى، هنا انا الاول بشيل الراس بتاعت الرنجايه، وبعد كده ببتدي ان انا افتحها من الظهر بتاعها، وابتدي ان انا اشيل الجلد بتاعها خالص. مش بحب اشويها على النار عشان بتحدق. بصوا بقى بخليها زي الفل كده على طول. تعالوا هنشوف مع بعض في الرنجايه التانية، اقول لكم برده من اولها بنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده شلت الراس وخليت وشلت الجلد بتاع الرنجايه، وبعد كده فتحتها من جوه، بشيل السلسله بتاعه الشوك، وبعد كده بشيل منها اي شوك رفيع. ولو في حتت غامقه زي ما انتم شايفين كده ببتدي بالسكينه كده بكحتها، بتطلع معايا على طول وبتبقى زي الفل. عايزه اقول لكم من احب الاكلات على عندنا الرنجه والفسيخ والحاجات دي. بس انا النهارده قلت اعمل لهم اكله رنجه كده سريعه عشان كنت بعمل حاجات في الشقه، فقلت كده ايه تبقى غدوه حلوه وفي نفس الوقت سريعه وكلنا بنحبها. بصوا بقى اي حاجه غامقه بقى بعد كده بشيلها على طول. يعني هي ما فيهاش حاجه تقرف على فكره، هي يعني الحمد لله حلوه جدا، وطعمها كان خطير ودلعه كده وجميله. بصوا كده بالسكينه اي حاجه سمرة مش عجباني بروح شايلها على طول بالسكينه كده زي ما انتم شايفين. بخلي اللحم بتاعها صافي وبشيل منها كل الشوك الرفيع والصغير كله عشان ما نيجي ناكل على طول. بصوا برضو هنا بشيل برضو ايه الحاجات اللي هي فيها من ورا. بصوا تعالوا اول حاجه بقطع الراس زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بفتحها من الظهر وبشيل الجلد بتاعها، وابتدي ان انا اخليها زي ما انتم شفتوا معايا في الرنجه الاولانيه. هنعمل كمان طبق سلطه رنجه حلو قوي قوي قوي. ولو انت مش بتحب الرنجه جربي سلطه الرنجه دي هتعجبك جدا. بصوا بشيل كل الشوك حتى اللي في الجناب ده بشيله معايا، وانا بشيل الجلد زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بكل سهوله بتتفتح وبشيل السلسله بتاعتها، وبطلع اللحم زي ما انتم شايفين كده. اي حاجه بقى برضو مش عجباني بالسكينه كده واروح شايلها على طول. انا بحب افصص الرنجه والفسيخ جدا، بحب انضفهم كده واخليهم مفهومش شوك خالص. يعني انا دايما بوضبهم في البيت زي ما انتم شايفين كده، ما بخليش فيها اي حاجه. الحته اللي مش عجباني بروح على طول بالسكينه كده شايلاها، بخليها زي الفل كده زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم كانت خطيره، طعمها كان حلو جدا جدا. خلاص هنا بشيل بقى كل الحاجات، ولو فيها بطروخ برضو بطلعه، لان هي اللي انا جايباها دي كانت البطارخ بتاعتها مش ناشفه، انا بحب البطارخ الناشفه. خلاص بعد بقى ما ظبطت الرنج كده كلها وقشرتها، جبت بقى حزمه بصل اخضر كده، كانت برضو عندي في التلاجة، كنا برضو جايبينها في المشتريات. انا ده قسمت المشتريات زي ما قلت لكم على مدار الاسبوع كله، عملت منها اكل. خلاص بدات بقى ان انا انضف البصل بتاعي كويس، وباخده بقى تحت الحنفيه كده غسله متينه عشان ما يبقاش فيه اي طينه او اي حاجه مش حلوه. خلاص بصوا بشيل الراس وبشيل بقى كده اول طبقه دي مش بحب اخليها، بشيلها وبعد كده اخده على الحنفيه على طول. وكمان قطعت بصلتين تاني من البصل العادي بتاعنا، للي حابب ده ياكل واللي مش حابب ده ياكل. كانت بقى بنتي هنا متابعه كمان البطاطس وهي بتتحمر، يعني واقفه معايا في المطبخ، مثلا لو البطاطس تقلبها مثلا لو طلعت هتشيلها كده، واقفه معايا بتحضر في المطبخ، تشوفوا دلوقتي هتعمل ايه في اخر الفيديو. خلاص هنا بقى قطعت كمان 3 بصلات، بس انا هاخد منهم 2 بس، وواحده هنعملها للسلطه. عايزه اقول لكم مش بحب البصل الابيض ده قوي مع الرنجه، انا بحب البصل الاحمر اكتر مع الرنجه، بيبقى مسكر كده وحلو. ده بيبقى حامي شويه، يعني ده سبايسي شويه مش بحبه قوي مع الرنجه. هنا جبت بقى قطعه من الكابوتشا قطعته رفيع قوي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هنا بقى بتتحكمي في كميه الخضار اللي انت عايزه تحطيه كتير او قليل براحتك انت. انا هنا بكتر فيها الخضار عشان ولادي بيحبوها كده اصلا، ممكن انت تقللي عني بكتير.
انا قطعت هنا بقى حته من الكابوتش كده رفيع قوي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هجيب كمان ال اللهم صل على النبي، هجيب كمان بقى البصلايه اللي احنا قشرناها برضو نقطعها كده صغير على قد ما نقدر. حامي قوي البصل الابيض الجديد ده، حامي جدا. قطعت كده البصلايه زي ما انتوا شايفين بسرعه كده. وكمان هجيب قرن فلفل كده سبايسي برضو، هقطع منه حته، مش هقطعه كله عشان لقيته حامي جدا ريحته كانت باينه. هنا جبت بقى الرنجه زي ما انتوا شايفين، ابتدي اقطعها قطع صغيره قوي كده. يعني قطعيها بقى صغنن كده عشان ما تبقى ايه كل السلطه داخله في بعضها ودايبه في بعضها كده. كميه الرنجه بقى اللي انت عايزاها حطيها، يعني دي مش بنسبه معينه او بكميه معينه، دي براحتك انت. انا هنا بعد ما حطيت دول هجيب قطعه تانية واقطعها. خدت كمان قطعه كده من البطروخ قطعتها برضو معاها. بعد كده هجيب طماطمايه، مش هاخدها كلها، هاخد نص طماطمايه بس، نص طماطمايه صغيره بس قطعتها برضو كده عشان يعني تفرق معايا في الالوان. ممكن ان انت تستغني عن الطماطم خالص، ده لو انت حابه، بس هي بيبقى طعمها حلو برضه. هنا بقى الفلفل السبايسي، او عايزه تقطعي فلفل رومي، عايزه تحطي فلفل الوان، اللي متاح عندك حطيه. اي حاجه هتحطيها في السلطه دي بتبقى حلوه جدا. قطعت نصه عشان لقيته ريحته حراقه جدا فحطيت نصه بس. وبعد كده هجيب معلقه كده من الخل، وكمان معلقه من الطحينه، كانت اخر معلقه طحينه عندي هي قضت الغرض الحمد لله. قلبت بقى كل الكلام اللي انتوا شايفينه ده كده مع بعضه تقليبه حلوه جدا. وبعد كده بقى هنحطها على طول في الاطباق وشويه زيت بقى، وكلي بقى احلى طبق سلطه رنجه. بصوا كده، هحط كمان حته رنجه تاني معاهم. اما جيت اقلبها لقيت الرنجه قليله، رحت حطيت حته كمان. زي ما بقولك الرنجه انت براحتك، انت عايزه تحطي كتير تحطي قليل زي ما تحبي حطي. قطعت حته صغيره كمان كده معاها، وقلبت بقى كل الكلام ده وحطيت لها كمان معلقه كده من الزيت. وبعد كده هحطها في الاطباق، وبرده بعد ما احطها في الاطباق ابتدي احط عليها حبه زيت صغيرين. هنا بقى كنا خلاص بدأنا ان احنا نحضر كل حاجه في الاطباق بتاعتها كده. سلطه الرنجه جاهزه معايا، احط لها بس كمان معلقتين كده من الزيت. وبعد كده نشوف بقى هنحط ايه تاني. هنا الرنجة بقى اللي احنا كنا خليناها بدأت ان انا اقطعها كده قطع صغيرة على قد اللقمة على طول، يعني على قد التغميسة اللي انت هتغمسيها بالعيش. يا دوبك تاخدي قطعة الرنجة في العيش كده وتاكليها على طول، مش لازم بقى تقطعي ولا الكلام ده. هي كده متقطعة جاهزة على طول. ممكن تحطيها زي ما انا عاملاها شرايح طويلة كده، بس بحس كده بتبقى اسهل في الاكل واحسن. كمان البطاطس اهي طلعت معانا من على النار زي ما انتوا شايفين، وطلعت الحمد لله المرة دي بطاطس تحمير حلوة جدا جدا. انا جايباها الكيلو ب10 جنيه. قولوا لي بقى كده في الكومنتات البطاطس عندكم بكام، والفلفل اللي هو الحراق ده انا جايباه ب35. قولوا لي برضو في الكومنتات انتوا جايبينه بكام او بيتباع عندكم بكام. خلصت هنا بقى، حطيت كمان البطاريخ كده على جنب، وبدات بقى ان انا اجيب الزيت وابتدي احط برضو حبه زيت صغيرين. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما بمسك اي حاجه ايدي على طول على الحنفيه، يعني مش بمسك الحاجه وانا ايدي مش نظيفه، على طول بغسلها تحت الحنفيه. خلاص بعد خلصت هنا بقى طبقين الرنجة، ودي بقى بسارية. البسارية دي كانت يعني واحدة حبيبتي كده هي اللي جايبها لنا، قالت لنا جربوا كده طعمها وجربوها قولي لي حلوه ولا وحشه. هي انا مش من غواة البسارية خالص، بس ماما قالت لي ان هي حلوه جدا جدا. بصراحه هي عاملاها، هي ما فيهاش اي زفاره، ريحتها ما فيهاش اي زفاره، وريحتها حلوه جدا جدا. تسلم ايديها يا رب. بدأت برضه احطها كده في طبق، وعليها كده رشة كده من الزيت. وتعالوا بقى هنا نقطع البصلتين اللي احنا قشرناهم. وتعالوا بقى شوفوا الغدوة بتاعتنا النهاردة حلوة جدا وخفيفة جدا وما اخدتش اي وقت، واتعملت في ساعتها، وكمان كانت اكلة حلوة قوي قوي قوي. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايكات، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي كده كومنت حلو دايما بيشجعني. وبستنى رايكم على طول. بصوا بنتي هنا بقى بدات ان هي تلقط خلاص، هي جاعت وبدات ان هي تاخد من الاطباق. وبصل اخضر، بصوا بقى الجمال، اكله حلوه جدا وجميله وما خدتش وقت. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واستنوني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا.